السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في موسوعة خدعوك فقالوا. خدعوك فقالوا أن الطب الأصيل لا يغني ولا يثمن من جوع. على النقيض، أصل الطب هو الطب العربي أو طب الأعشاب أو طب الزيوت. لكن للأسف الأطباء البشري يقول لك الطب العربي ده ملوش أي قيمة، طب الأعشاب ملوش أي قيمة. طيب، هو بما ان هو ملوش اي قيمه، ليه حضرتك لما حد مثلا بيكون تعبان ولا حاجه مره واتنين وتلاته، في تخسيس مره واتنين وتلاته، في كحه مره واتنين وتلاته، وما انتش لاقي له علاج في مشكله شعر او مشكله جلديه مش لاقي لها حل، حضرتك بتقول له روح للعطار. العطار ده ما هو برضه راجل دارس وفاهم وعنده من الابحاث والمجالات اللي قرأ فيها حاجات تخص الاعشاب وكلام زي كده. ليه دايما بنقول عليه وحش؟ هو راجل ما اخطاش في حاجه، بل بالعكس. انت ممكن حاجه زي مثلا على سبيل المثال الكحه، دي حاجه منتشره حاليا دلوقتي بسبب البرد وغيره. بتقعد مع الانسان 5 6 ايام 7 ايام 10 ايام 10 ايام وما حضرتك مش لاقي لها علاج. هي مجرد ما بتيجي مثلا بنعمل لها تركيبه تيليو وشويه زيزفون بابونج زعتر، ما شاء الله الشخص بيشرب بيبقى زي الفل. طيب، احنا ليه بنقلل من العشاب او العطار؟ اي نعم، انا معاك ان في بعض الناس ملهاش علاقه بالموضوع العلاج بالاعشاب وكلام زي كده وبتدخل نفسها فيه بالعافيه. بس ليه ما يعني ليه نفرق؟ يعني محتاجين نفرق بين الراجل اللي بيفهم واللي ما بيفهمش. برضه زي ما في دكتور شاطر في دكتور خايب، في عشاب شاطر وفي عشاب برضه خايب. يبقى ما نجمعش، احنا ما الا وجهين لعمله واحده. حضرتك بتستخدم ادويه سريعه المفعول اللي هي الكيميكال، واحنا الاصل بتاعنا الاعشاب. هي ممكن تاخد وقت شويه في العلاج، بس الاصل برضو الاعشاب. حضرتك كل الادويه دي مصنوعه من الاعشاب، يبقى ليه نقلل منها؟ انا مش شايف والله. يعني نتمنى من الدكاتره وربنا يهديهم، يبقى في ود وفي علاقه بينه وبين بعض. ما مش كل الدنيا كده، يعني مش كله سيء ومش كله وحش ومش كله ما بيجيبش نتيجه. الحمد لله تعالى في ناس فاهمه في مجالها كويس قوي، في ناس عطاره وعشابين كويسين جدا جدا جدا. انا كنت عايز بس اقول الكلمتين دول، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.